ولكن هذا مبني على ثابت لازم يكون بالمقابل، انه انتم لازم تفهمون يا اخي انه انتم مو العرق الذهبي واحنا العرق الطيني. هاي النظرة الفوقية جاي تعاملنا بيها انت. لا ما صحيح، هذه مغالطات، هذه ما صحيح، هذا الكلام ما صحيح. لو سمحت لي انا سمعتك باحترام، لو سمحت لي سمعتك باحترام، اسمعني وبعدين علق. شلون انا اوضح لك؟ انت صار ساعتين تروح وتقول لولا ايران كان صار بالعراق هيك، لولا ايران كان صار بالعراق هيك، لولا ايران كان صار بالعراق هيك. لما نقول لك هذه وجهة نظرنا تقول انتم مضللين بالدعاية الامريكية، انتم مضللين بالدعاية الاسرائيلية، انتم مضللين بالدعاية السعودية. اخي المحترم، انت ليش تعتقد بأن أنت عندك عقل وعندك وعي وقادر على أن تفهم المؤامرات الإقليمية والدولية ضد بلدك ومصالحك، ولكن تتصور بأن العراقيين شعب تافه لا يستحق أن يقرر مصيره، لدرجة أنه أنت لما نقول لك وجهة نظرنا أنت تعتقد إحنا مغرر بينا وكأننا صبيان وأنتم الوحيدين اللي تفتهمون بالمنطقة. أخي المحترم، خليني أكون صادق معك. أنتم جربتوا التحالف مع هاي المنظومة الفاسدة من ميليشيات وأحزاب فاسدة جابتها الدبابة الأمريكية، سخو ما تريد تنكر هاي، جابتهم الدبابة الأمريكية للحكم، وإنتم كنتم شركاء للأمريكان في تأسيس هاي المنظومة السياسية اللي أفرزتها 2003. سؤالنا إلك بكل حب واحترام، أنت أخي مو جربتوهم؟ شفتوا شنو وصلوا لكم؟ وصلوا لكم صرتوا مكروهين بالعالم، لاكو دولة عربية تحبكم، لاكو دولة أوروبية تحبكم، لاكو أمريكا تحبكم، المجتمع الدولي كله يتهمكم والمنطقة كلها تكرهكم، لدرجة وصلت الناس تتفاوض مع إسرائيل تريد تسوي اتفاقية السلام وياها بس حتى تخلص من عندكم. يا أخي أرجوك حاولوا تنظرون بموضوعية وتهدئون شوية. أنتم الآن دولة مكروهة بالعالم، احنا العراقيين صرنا مكروهين بسببكم، الشعب اليمني صار ضحية بسببكم.